ما زال غياب الحارس أليسون بيكر المصاب منذ مباراة نورتش في إطار الدوري يغيب، وإن كان تشكيلة في حراسة المرمى أدريان الإسباني، في الدفاع كل من ترينت ألكسندر أرنولد وجوميز وفيرجيل، طبعا فان دايك، روبرتسون في وسط الملعب، فابينيو، هندرسون، وينالدام، وأمامهم كل من محمد صلاح، فيرمينو، والنجم ماني. هذه هي التشكيلة، هذه القائمة اللي وضعها المدرب الألماني يورجن كلوب أمامنا، اللي بيبحث عن الألقاب والبطولات بعدما حقق لقب مسابقة دوري الأبطال وكذلك أيضا سوبر أوروبي، وننتظرهم إن شاء الله في دولة قطر في كأس العالم للأندية إن شاء الله، لن تقام في الفترة من 11 حتى 21. أيضا اللاعب إنوك اللي هو إنوك نويبو، وفي اللقاءات اللي كانت بعيد من هذه فرصة وتسديدة. المفاجأة أمامنا، أول كرة من مينامينو، أول كرة من مينامينو أمامنا هو الياباني اللي سجل 3 أهداف في الدوري. هنا الضغط على جو جوميز، التعديل الوحيد بالفول لما خسر أمام فريق نادي نابولي، لكن ضغط عالي. محمد صلاح إلى ماني، مرة ثانية الاستلام محمد صلاح، لكن على طول الارتداد والعودة السريعة، وفي فاول لصالح اللاعب اونجين. امامنا هو اللاعب اونجين، اللاعب اللي بيحمل رقم 6 الكاميروني. شوف امامنا هنا الضغط ونجم نادي ليفربول، واحده حلوه قوي معموله فيرمينو، لكن امامنا هو تدخل وركله ركنيه. محمد صلاح اللي بيحاول في ظل هذه الاجواء والظروف والتعامل القادم ان شاء الله من الكابتن حسام البدري مدير فني ليفربول، يبحث عن اللقب والتتويج. وادي فيرمينو، لكن فين الفرصه الاولى بتضيع، لكن معموله حلوه من ترينت الكسندر ارنولد. وادي الحارس ستانكوفيتش امامنا هنا الدولي، اللي امامنا اللاعب الموهبه الديناميت الجديد، اللاعب هالاند ومنذ الخساره كان امام ريال مدريد 0-3. ادي امامنا هنا بعدين الانفراد والهدف الاول. خلاص الوقت امامنا هنا وياتي فيرمينو بالتمريره الروعه، وامامنا هو انطلاقه بالسنغالي ماني بشكل رائع. هدف اول لليفربول، هدف اول للريدز بعد مرور 9 دقائق. القوه الهجوميه، القوه الضربه اللي بتاتي بهذه الكره الجميله اللي اتعملت امامنا هنا، لكن شوف الهجمه من بدايتها حلوه. روبرتسون، شوف التحرك، ادي روبرتسون، وادي امامنا ماني فضي لنفسه المساحه، يروح امامنا يدخل في العمق، التمريره الروعه، التسلل مش موجود في اللقطه امامنا هنا. ادي امامنا اللاعب اونجين في اللقطه الماضيه، وادي اللمسه الابداعيه من لاعب في الاتحاد الاوروبي، دوري اوروبي في عام 94. ادي هدف ماني، وادي الخط اللي اترسم، وادي امامنا الكاميروني جيروم طبعا اونجين اللي كان مغطي، وهدف جميل لفريق نادي ليفربول بعد مرور 9 دقائق امامنا هنا في هذه لمسابقه دوري اوروبي، لكن خرج على يد نابولي في نيه ملعوبه، لكن على طول قاطع العملاق فوجر. ماكس جانب ماني بتاع اللعب حلو قوي في الجانب اللي امامنا، هو استلام ارنولد دوري الاوروبي امام اشبيليا في 2016. واحده حلوه والثانيه من صلاح، لكن تخلص الكوره بركله ركنيه، لمسه حلوه من مو صلاح من محمد صلاح، ويصفق في هذه اللقطه طبعا امامنا هو يعني بمهاره. بص التفويته والضغط من جانب نادي ليفربول، البحث عن التعزيز، وفريق 16 ده كان سبب في غيابه عن المشاركه. وادي على طول المساحات الضيقه، وادي محمد صلاح، لكن الضغط عليه الضرب في هذه اللقطه. ادي امامنا هنا الهدف القادم. يا روبرتسون يا لعيب الظهير الايمن ترينت الكسندر ارنولد، وروبرتسون شوف رايح فين. الكره الممتعه، الكره الجميله، الهدف اللي يستحق التصفيق ويستحق المتابعه. وامامنا هنا في هذه اللقطه الممتعه الحقيقه، اي متعه، اي ابداع في لقطه الهدف الثاني اللي بيؤكد ليس ماني ولا محمد صلاح ولا فيرمينو القوه الضربه، بل ان روبرتسون قادر على التسجيل امامنا هنا في هذه اللقطه. اول اهداف روبرتسون الاوروبيه على الاطلاق، لكن شوف المشوار وراح فين. وترينت الكسندر ارنولد باحساس عالي قوي، الرقابه على محمد صلاح وماني وعلى فيرمينو، يظهر امامنا هو روبرتسون ويبان وعيون. كرة أمامية من جانب محمد صلاح، لكن ضاعت الفرصة. محمد صلاح عايز يلطش بالقدم اليسرى، لكن كرة لفت على وجه قدمه وتطلع الكرة مع انتزاع الأهات. بص التمريرة والتحرك. وادي أمامنا هنا المرة دي من جانب وانج اللاعب الكوري في العمق الهجومي، وادي أمامنا التسديدة
مينامينو، لكن فريق النمساوي يعني جدير بالاحترام، يعني يشعرك بالاحترام. ادي التحرك من جانب مينامينو لهدف الاول، ولكن امامنا هنا حتى 6 اكتوبر ان شاء الله. وادي فرصه، وادي المتابعه، وادي محمد صلاح جول. على كلامنا عن 6 اكتوبر وانتصارات اكتوبر، ياتي هنا ابن مصر الكبار محمد صلاح ويسجل الهدف في الدقيقه 36 من الفولو والمتابعه في مرمى ستانكوفيتش. صلاح يسجل، محمد صلاح يسجل اول اهدافه في دوري الابطال، عنده 19 هدف في الشامبيونز ليج وعنده 28 هدف اوروبي. وادي الكوره من بدايتها من اولها، بص لامامنا هنا في الدقيقه 38، وادي كوره حلوه قوي مينامينو، يا ولد يا ولد على وانج، هيتشان وانج الكوري. سهوله اختراق، لسه بحكي سهوله اختراق دفاع نادي ليفربول. فان دايك موجود لكن ماتيب مش موجود. النهارده جوميز في هذه اللقطه، وهدف هنا عن طريق الكوري الجنوبي هيتشان وانج في الدقيقة 39 أمامنا هوانج بعدما راوغ. بص الكرة مقطوعة هنا ابتدت تشبك ليه. مباراة في إطار المجموعة الخامسة وضمن الجولة الثانية. كذلك اللاعب ويبو رقم 45 اللاعب الزامبي. اياكس متقدم في المستايا على فالنسيا بهدفين مقابل. لكن تمرير على طول، تغطية من جو جوميز، يلحق أمامنا قبل ده جول. أدريان خلي بالك يا أدريان. خطأ في مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، وكان سجل انجس لاعب السابق لليفربول. وادي امامنا ادريان هنا بخطا كبير امامنا في التعامل بالقدم في اللقطه الماضيه، ولا تقاري المنتخب الهولندي. التحرك المره دي من جانب الياباني مينامينو، من عرضيه حلوه قوي تتصلح. وادي جول. في ثغره، في مشكله عند نادي ليفربول، في قصور في اداء النواحي الدفاعيه مع تقدم كل من النجم روبرتسون عدى من جيروم، عدى من الكاميروني ماني صلح كرة حلوة الكرة يا ولد على الأجمل، حلوة من ماني. ويعني التفاهم والانسجام ومن الضم أمامنا اللي سجل الهدفين في مرمى البارسا العام الماضي. هتكلف ليفربول هدف لكن ارتطمت في قدم داكا. وادي الاختراق، فريق جدير بالاحتراف. وادي الكرة ملعوبة حلوة قوي يا ولد على مينامينو. بقول لحضراتكم في مشكلة في دفاعات ليفربول والياباني. مينامينو امامنا هنا اللي سجل هدف الشرفي في مرمى قطر في نهائي اسيا لما توجت قطر بلقب اسيا 2019. بيسجل امامنا بعد هذا العمل الجماعي الرائع، اللعب في المساحات اللي في ظهر كل من ارضه وفي ظهر ايضا روبرتسون. كرة اتنفذت سريعا جدا. التحرك المره دي الهدف الاسيوي هوانج الكوري الجنوبي، ومينامينو على الطاير، روعه من مينامينو. تاكومي مينامينو يسجل امامنا هنا هذا الهدف الاوروبي في اللقاء. وهنا محاوله وممكن التعادل. هوانج وتمريره الى الهدف القادم هنا من جانب اللاعب تومو سلاي. فرصة للتسجيل في منتهى الخطورة، لكن يبدو في هنوك مويبو اللاعب الزامبي. مرور خطيرة مينامينو، هدف التعادل أمامنا هو النرويجي هالاند يسجل هدف التعادل. أي متعة، أي روعة من ريد بول سالزبورج أمامنا هنا في ملعب أنفيلد في هذه الليلة أمام البطل. هدف يأتي في الدقيقة أمامنا هو في الدقيقة 60، لكن بعد عمل جماعي رائع، وبعدما ظل يعني يورجن كلوب اللي اشدنا بيه في الاداء الهجومي، لكن كسبان 3 يدخل في مرمى 3 فان دايك وجو جوميز، ويفكر في الحلول ويبحث عن الحلول في منطقه. هل يدفع بميلنر عشان يقوي الناحيه الدفاعيه في وسط الملعب؟ شوف امامنا هنا الرقابه غايبه تماما. في نوع من الكسل، في نوع من ضمان النتيجه بعد 3 يعني لا شيء. بص مينامينو اتحرك ازاي، وجو جوميز مكسل، وفان دايك مكسل، وادريان يعني لا بيتكلم ولا بيوجه. وهدف هنا بسهوله ويطلع كريستنسن. برشلونه سجل في نوفمبر 2011. وادي محمد صلاح هنا في هذه اللقطه هدف الرابع محمد صلاح يسجل الهدف الرابع ويضع فريق نادي ليفربول في ثنائيه هنا من جانب محمد صلاح. لكن بص شوف فيرمينو بيعمل ايه في اللقطه الماضيه. اي متعه، اي روعه في الصناعه والاجاده، ومحمد صلاح بلمسه